يا ميت أهلا وسهلا، نورت. ليش هيك سويت؟ بدي انسى وجعي. هدي حالك، هدي حالك، رح أجيب لك معقم ومرهم. بدي أحكي شي بس خايفة تفهمني غلط. لازم القصة تنحل مع ابنك بأي طريقة، حتى لو حتى لو بست ايده. خلص ما هتزبط. شو خلص؟ صحي الولد طايش، بس ابنك ومو معقول يهينك. أنا آسفة، قصدي يهيني. والله مزبوط، ما غلطت. أنا برأيي نروح أنا وياك ونحكي معه، مع أنه ما بيحبني، بس ما بعرف، بتوقع يصحى. القصة مو علامه بس. لكن مين؟ القصة أنا. الله يخليك، ما بدنا القصة تنتشر وتوصل للمعنى. خلينا نتصرف، نجرب، ما بنخسر شي. يبدو انه الله عم يعاقبني. على شو؟ انت اطيب وانبل الناس، ما في يتيم بتعرفه الا بتساعده، ما في جمعية بتخبر فيها الا بتتبرع لها من حرمانك. سمعتك مثل الفل، وما بعتقد في حدا بيخاف الله قدك. بجوز يكون مأخذ بربي وماني عارفه. وبجوز عم يتهيأ لك. يتهيألي؟ طيب أنا عم يتهيألي. الناس كلها شو؟ كل الناس بتحبك وبتحترمك. والله يا نادي أنا بستاهل. ما في حدا بيصير معه شي بالدنيا إلا بيستاهله. مشان الله استغفر ربك. استغفر الله العظيم يا ربي وأتوب إليك. استغفر الله العظيم يا ربي وأتوب إليك. يبدو ما في حل. شبك؟ هذا المسج من مين؟ من ابني الأستاذ علام. ناقص؟ لا، شو بده يكون ناقص؟ أمور أستاذ. يا ابني الأغراض الموجودة بالدروج، الأوراق الخاصة والكتب والكام أنتيكا بتضبوا لي إياهم. حاضر أستاذ، حاضر. لازم نشوفه ونحكي معه. ما في نتيجة يا نادية، ما في نتيجة. لما كنت بهدله على شي غلطة كان دايما يقول لي بنتواجه. كنت أضحك أقول لحالي علاك حكي ولاد، بس اليوم تأكدت إنه رح يواجهني ورح يربح. كأنك عم تحكي عن واحد عدوك مو ابنك. ولك هذا اللي بجنني يا نادية، ولك هذا اللي بجنني. ابني لا فيني انتقم منه ولا فيني اعمل له شيء.